كيف ستقف أمام الديان العادل؟ بيقولوا إيه؟ تفتح الأسفار. تفتح الأسفار يعني تفتح الكتب، وتكشف الأعمال، وتفحص الأفكار. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في يوم الدينونة تلاقي كل أفكارك اللي في مخك دي أعلنت أمام الكل، وكل اللي في قلبك أعلن أمام الكل، وكل اللي عملته في الخفاء أعلن أمام الكل. طب وبعدين؟ وتقف أمام الكل عريانا ومكشوفا، مفيش حاجة فيك مستخبية. حاجة صعبة. ده لو جه ملاك دلوقتي في هذا الاجتماع وقال أنا هكشف أفكار الأسبوع اللي فات بتاع كل واحد فيكم، بس الأسبوع اللي فات، وكل مشاعر قلبه وكل أعماله الخفية، بس أسبوع، يا ترى مين هيفضل قاعد في الكنيسة ومين هيهرب؟ أمال في الأبدية لما تكشف كل الأفكار وكل المشاعر وكل الأعمال وكلها تبقى واضحة أمام الكل، أمام الصديق اللي يحبك ويقول ده أنا كنت مخدوع فيك وما كنتش عارفك على حقيقتك، وأمام العدو اللي يشمت فيك. إيه الحكاية لما تنكشف؟ تبقى موقفك إيه؟ كل عمل تعمله، كل عمل تعمله، خيرا كان أم شرا، مكتوب في سفر أمام الله. كل فكر تفكر فيه خيرا أو شرا مكتوب في سفر أمام الله. أمال يبقى عادل إزاي؟ كل نياتك مكتوبة، كل أعمالك مكتوبة. يقول لك أنا عارف أعمالك. طب وبعدين تخلص إزاي من الحكاية دي؟ ما فيش غير طريق واحد للخلاص من كل هذه الأعمال والأفكار والنيات. إيه الطريق ده؟ التوبة. التوبة. عشان كده بيقول لكن توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة. التوبة بتغفر الخطية. إزاي؟ بالتوبة والاعتراف تتحول الخطية من حسابك إلى حساب المسيح. بالتوبة والاعتراف تتحول الخطية من حسابك لحساب المسيح وتبقى بلا خطية. فتوبي يا نفسي ما دمت في الجسد ساكنة. بنصلي نقول كده في النوم، توبي يا نفسي. كويس الإنسان اللي بيقول توبي يا نفسي. في ناس أصحابه وقرايبه بيقولوا له توب، وفي ناس الوعاظ بيقولوا لهم توبوا، وفي ناس آباء الاعتراف بيقولوا لهم توبوا، وفي ناس الحوادث اللي بتحدث كل يوم بتقول لهم توبوا. لكن كويس الإنسان اللي يبكت نفسه ويقول توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة. توبي. صحيح إن التوبة بتؤدي إلى غفران الخطية إذا ما اعترف الإنسان نادما ونال التحليل والمغفرة، ولكن القلب الحساس حتى إذا تاب يبكي على خطيته، حتى إذا تاب. داود النبي بكى على خطيته بعد أن غفرت وليس قبل ذلك. قبليها ما كانش حاسس بيها، لكن لما جاله ناسان وعرفوا بخطيته وعمقها واعترف وقال أخطأت إلى الرب، وقال له الرب نقل عنك خطيئتك لا تموت، يعني نقلها من حسابك لحساب المسيح، وكلمة لا تموت يعني مغفرة. قعد يبكي ويبلل فراشه بدموعه بعد أن غفر. إزاي أنا أقع في حاجة زي كده؟
كيف أجرح قلب الله المحب، كيف أخون الله الذي أحسن إلي طول العمر، كيف أدنس القلب الذي غسل في المعمودية والذي طهره المسيح بدمه. إزاي؟ كيف أسقط من هذا البرج العالي الذي عشت فيه؟ كيف وأنا ابن لله أحيا كأولاد العالم وكدنس في الأرض كلها؟ كيف إني أغضب قلب الله؟ كيف إني أحزن الروح القدس الساكن فيا؟ كيف أتدنس وأتنجس؟ كيف؟ صحيح غفرت، لكن إزاي أنا أعمل كده؟ وداود بل الفراش بدموعه بعد أن غفرت خطيته. توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، ليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. دلوقتي عندك فرصة للتوبة، لكن إن وصلت للتراب مفيش فرصة، إن وصلت للجحيم مفيش فرصة، بعد الموت مفيش فرصة. بعد الموت يقول الكتاب قد أغلق الباب والجاهلات وقفن خارجا. ضاعت الفرصة. كل سكان الجحيم يتمنون دقيقة واحدة من عمرك هذا يقدمون فيها توبة ولا يجدون. كل اللي في الجحيم يتمنوا دقيقة واحدة من العمر اللي انت عايش فيه يقدموا فيها توبة، مش لاقيين دقيقة واحدة مش لاقيينها، وانت عندك عمر ربنا اداهولك تقدم فيه توبة. فلا تتهاون، ما تقولش التوبة ساعة الموت. لما تقول التوبة ساعة الموت معناها يا رب أنا سأظل خائنا لك حتى الموت، وسأظل كارها لك حتى الموت، وسأظل أعصاك وأتحداك حتى الموت، وسأظل بعيدا عنك حتى الموت. لسه بدري عليا، أنا شاب صغير، لازم أعصاك وأتحداك وأعيش بعيد عنك واستنى ساعة الموت. الكلام ده ما ينفعش. انت بتحب ربنا ولا ما بتحبوش؟ بينك وبينه علاقة ولا ما فيش؟ في صداقة، في معرفة، في عشرة ولا ما فيش؟ مش ساعة الموت. واحد يقول لواحد أفضل أخونك لحد الموت وابقى ساعة الموت أبطل خيانة. انتوا تقبلوا كلام زي كده؟ واحد يقول للتاني أنا لسه صغير أفضل أخونك لغاية لما أكبر أبقى أبطل خيانة. ده معناه إيه الكلام ده؟ معناه إيه؟ لسه بدري، ما تعكننش علينا وتجيب ساعة الموت. طب وعلاقتك بربنا؟ بلاش موت. افرض انك انت هتعيش 100 سنة، تخون ربنا دلوقتي؟ تتحدى ربنا دلوقتي؟ تحزن الروح القدس دلوقتي؟ هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، كله بحسابه. العدل يقتضي أن يحاسب على كل حاجة. البر محسوب والخطأ محسوب، الفكر محسوب، المشاعر محسوبة، والنيات محسوبة، والعمل محسوب، والتعب من أجل الله محسوب، والبذل من أجل الله محسوب، كله بحسابه. تقف أمام الديان العادل تقول طب أنا خطيتي حملها المسيح، أنا خطيتي حملها المسيح، ومدام حملها المسيح أعيش في فرح ولا دينونة ولا وجع قلب. لا دينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. ده بيقول كده في روميا. عايزين نفهم الكلام ده يعني. المسيح حمل الخطايا التي قدمت عنها توبة. صحيح دمه كافي لخطايا العالم كله، ولكنه حمل الخطايا التي قدمت عنها توبة.
أعطى مغفرة للخطايا التي قدمت عنها توبة بس، والخطايا التي لم تقدم عنها توبة لها علاقة بدم المسيح؟ لا علاقة لها بدم المسيح. الخطايا التي لا تقدم عنها توبة لا علاقة لها بدم المسيح. ليه؟ لأن المسيح نفسه يقول: إن لم تتوبوا فجميعكم هكذا تهلكون. إن لم تتوبوا فجميعكم هكذا تهلكون.